هنا تأتي مسألة، وهي مسألة دفع زكاة الفطر مالا. بعض الناس يرى أنه أسهل له أن يخرجها مالا. قل مثلا عن الشخص دينار، نحن 10 أشخاص في البيت، هذه 10 دنانير، هذه زكاة الفطر، أخرجها. جماهير أهل العلم يرون أنه لا يجوز، لا يجوز أن تخرج مال. المال زكاة المال، هذه فطرة، هذه زكاة فطر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر 9 سنوات ولا مرة أخرج مالا، ولا ينقل عن صحابي واحد أنه أخرج زكاة الفطر مالا، مع تفرقهم وكثرتهم رضي الله عنهم، ومع هذا لم ينقل عن صحابي واحد أنه أخرج زكاة الفطر مالا. فكانوا يحرصون على أن يخرجوها طعاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، يعني من الطعام، من طعام أهل البلد. هذا هو الأصل، أن تخرج طعاما. قد يقول قال الآن أنا والله ما عندي أحد يذهب يشتري لي الطعام، أو ما أستطيع أن أنقل الطعام. الحمد لله كما قلنا، هذه اللجان تكفيك المؤونة، تذهب إلى اللجنة وتعطيها، لكن قل لهم اشتروا لي بها طعاما. يعني بعض اللجان أيضا تتساهل في هذا الأمر، أيضا تخرجها مالا. لا، أنت تطلب منهم، تقول لهم لا أريدها مالا، أريدها طعاما. تشترون طعام ولا ما تشترون طعاما بها؟ قال لا والله احنا ما نشتري طعام، احنا نوزعها فلوس. مشكورين، لجنة ثانية. تذهب إلى لجنة ثانية، والحمد لله في لجان حريصة على تطبيق السنة، وأنها لا تخرجها إلا طعاما. فاحرص على أن تؤديها بنفسك، أنت تشتري الطعام وتسلمه للفقراء. فإن لم يكن هذا فتوكل غيرك، سواء كانت لجنة أو شخصا. حتى لو جئت لشخص معين، مو شرط لجنة، يعني تأتي لشخص معين متبرع جزاه الله خير، قال لك أنا أعرف مجموعة من الفقراء، مجموعة من الأسر، إذا عندك زكاة فطر عطني إياها، فتعطيه إياه ويسلمها هو. يعني مو شرط إلا لجنة، المهم أن توكل غيرك. فإذا وكلت غيرك فاطلب منه أن يخرجها طعاما لا مالا، أن يخرجها طعاما لا. طيب لو أخرجها مالا، واحد صنفت عنده قال ولو هم بخرجها مال، لأن الفقراء الآن يعني ما شاء الله يأتيهم خير كثير من الأطعمة في هذا، لأن كل الناس تصدق، مو بس الأغنياء كما قلنا، الكل، لأن فرض رسول الله زكاة الفطر على كل حر، بل وعلى كل عبد، وعلى كل ذكر، وعلى كل أنثى من المسلمين. يعني أنت الآن في زكاة المال اللي عنده النصاب، عياله وعياله ما لهم شغل، لكن هذه حتى عن عيالك تخرج، فالعالم كلها تخرج زكاة الفطر هنا. فيقول قائل طيب يا أخي مكتفون هم من الطعام، بل قد يكون أحيانا أنه يأخذ الطعام ويروح يبيعه بنص سعره، يعني خسارة، ويربح في هذا التجار اللي يشترى منهم الطعام ب100 دينار ثم يباع إليهم ب50 دينار. يعني الفقير يقول عطني بعدين يروح يبيعه بنص السعر، أساس يريد إيش؟ يريد المال، ما يريد الطعام. هذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه يجوز أن تخرج مالا. وفرق بين يجوز وبين يجب. يجوز يعني ممكن، لكن السنة متفقون أن السنة أن تخرجها إيش؟ طعاما. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا لم تجد من يقبلها طعاما يجوز لك أن تخرجها مالا. لكن لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وإلى سنته القولية، ثم إلى هدي أصحابه، وجدنا أنه ما في إلا الطعام، ما في إلا الطعام أبدا. وأما قضية تحتاج، ما هي أصلا مبلغ زهيد. يعني أكبر أسرة كم؟ 10 20 دينار، شو بتسوي له إذا يبي مال؟ ما تسوي له شيء. 20 دينار أجار بيته تلقاه ب200 250 300 دينار، شو تسوي له 20 دينار؟ فهو مو ذاك المبلغ المحرز مثل ما يقولون، بحيث أن الإنسان يحرص أن يخرجه، ما إلا إذا يقول أنا أخذ من مجموعة أسر فريج كامل يوصل المبلغ عندي يمكن 100 دينار، حتى 100 دينار ما هو ذاك المبلغ الكبير. فالقصد إذن نحرص على السنة. والحمد لله قضية أنه محتاج فلوس، هذا من زكاة المال أو من الصدقات أو غيرها من الأموال،
فالقصد أن زكاة الفطر نحرص على أن تكون من الطعام، من الأكل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أي نوع من الطعام، طعام أهل البلد اللي تأكلونه. يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من تمر أو شعير، لأن كان طعامهم الشعير. الحين ما حد يأكل شعير، فممكن يكون قمح، ممكن يكون أي حبوب تبقى طعام، يعني مما يدخر، شيء يدخر. العيش مثل الآن التمر، القمح، بعد العدس، الماش، الجريش، كل هذه الأشياء أشياء تدخر، ممكن يعطى طعام منها. والآن حتى في بعض المعلبات التي تبقى مدة طويلة مثلا ممكن أن يعطى من هذا الطعام، مثل البازلاء، الباجلة، الفاصوليا. هذه المعلبات ممكن أيضا تعطى من طعام أهله. المهم شيء يكال، شيء يكال أي يباع بالكيل، يمكن يجعل بالكيل بحيث تقدر تقدر وزنه بعد ذلك. فالآن قدروا الصاع، فبعضهم قال الصاع كيلوين ونص تقريبا يأتي الصاع، لأن الصاع 4 أمداد، والمد ما يملأ الكفين، يعني هذا مد، تملأ الكفين، هاي يسمونه مد. الكفين الإيد الطبيعية، مو واحد مصك ولا واحد ضعيف، الإنسان الطبيعي ما يملأ كفيه يقال له مد، يقال له مد. الصاع 4 أمداد، يعني تشيل بيدك وتكت وتشيل وتكت وتشيل 4 أمداد، هذا يسمى صاع، هذا يقال له صاع. وقدر عند بعض أهل المقاييس وكذا وبعض المجمعات الفقهية قالوا إنه كيلوين ونص، بعضهم قال كيلوين و600، بعضهم قال كيلو 70، بعضهم وصلها إلى 3 كيلو. فالأحوط أن الإنسان يخرج 3 كيلو احتياطا عن نفسه وأهله، وإن أخرج أقل من ذلك كيلوين ونص أو كيلوين 600 لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن إلى 3 أحوط، إلى 3 كيلو أحوط الإنسان يخرج هذه الزكاة عن كل شخص 3 كيلو. يعني الآن كم كيلو العيش؟ العيش الوسط، مو التب ولا الردي، لا الكيلو ايه 400 نص دينار كذي ولا أقل؟ نص دينار الكيلو. ايه يعني القصد انه يعني يوصل كم؟ قلنا كيلوين ونص، دينار ونص تقريبا، دينار ونص، كيلو ونص. خيشة العيش 5 كيلو تطلع بكم تقريبا؟ دينارين ونص تقريبا، على نوع العيش. الشاهد ان الانسان يحاول انه يخرج قريب من 3 كيلو عن نوع، يعني انت 5 في البيت مثلا 15 كيلو، 10 في البيت 30 كيلو، وهكذا، يعني تخرج عنك وعن أهل بيتك. طيب من الذي تخرج عنه؟ كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته تخرج عنه، كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته تخرج عنه. يعني أنت زوجتك إذا كان أمك وأبوك ساكنين عندك وأنت اللي تصرف عليهم، أمك وأبوك، عيالك. إذا كان عندك أخو، أمك وأبوك ميتين وأخوك أنت اللي مربيه وأنت اللي تصرف عليه، يدخل معاهم. أي إنسان أنت مسؤول عنه، أنك تنفق، ولد عمك أنت مسؤول عنه تنفق عليه، ما عنده مقطوع، ما في إلا أنت مربيه تنفق عليه، تخرج عنه. يتيم في حجرك أنت مسؤول عنه، تخرج عنه.